أهلا وسهلا فيكم من مطبخ فاطمة العالمي. راح أقدم لكم اليوم طريقة الملفوف المحشي بكل التفاصيل. راح نجهز الملفوف مع الحشوة الشهية مع اللحمة والبصل والثوم، وراح أشرح لكم كيف بنسلق الملفوف وكيف فيه يفكفك الوراق عن بعضها بكل سهولة. هلأ أول شي هون عندي 3 كيلو ونص من الملفوف. أول خطوة بدي أعملها مع الملفوف هي بدي شيل العرق بهيدا الشكل لحتى تسهل علي عملية تفتيح الوراق. هلأ تاني شي بدي أعمله بدي جيب مي سخنة حتى على النار اتركها لحتى تبلش بالغلي. هلأ عوداني برجع بعد ما صارت عندي المي سخنة عم بتبلش تغلي، رح نزل عليها الملفوف وبتركها لمدة 5 دقايق. وهلأ بدي اقلب الملفوف لحتى بلش فكفك الوراق وتفكفك معي بسهولة مثل ما شايفين عندي. هيدي الخطوة مهمة كرمال اقدر فتح ورق الملفوف بكل سهولة. هلأ هون بدي اسلق الملفوف لفترة قصيرة، ما بدي اتركن وقت طويل بعد ما فككن. سلق الملفوف لفترة قصيرة بيساعد على تليين الوراق وبيخليها مرنة وبتساعدني باللف بدون ما تتقطع. هلأ هون لحتى اسلقهم بقدر اعمل هيدي الخطوة. هيك عم تتفتح معي بسهولة. وهلأ هون كل ما حسيت انه في ورقة استوت او شي بطلعها دغري باخدها على المصفاية كرمال ما اتركها وتستوي اكتر. هلأ بعد سلق الملفوف رح جهز مصفاية. من الافضل انه صفي المي الزايدة وبتركن لحتى يبردوا شوي، هيدا بيساعدني على تسهيل عملية الحشو واللف والتقطيع كرمال ما احرق ايدي فيهن. وبعد هيك بقطع الوراق لحجم مناسب للحشو. هلأ الخطوة الجاية، هلأ هون برد عندي الملفوف، رح اخدهم لحتى اقطعهم. بدي شيل هيدا العرق اللي بيكون بنص الورقة لحتى يساعدني باللف. وهلأ رح نشوف كيف رح نقطع الملفوف. هلأ بدي شيل هيدا العرق اللي بيكون بالورقة الملفوف وبدي شيله على جنب، وأي ورقة عندي مش ظابطة مخزقة أو شي رح شيلها لحتى أحطها بأرض الطنجرة. هلأ أنا هون عم قطعها لأربع أقسام لأنه الورقة شوي كبيرة. نحن بنقدر نقطعهم على حسب الرغبة، حسب قديش بدنا حجم الورقة. هون أنا ما خليتهم كتير يستووا كرمال ما يهروا أو أنا عم قطعهم يتخزقوا. هلأ خلصنا الكمية كلها، رح جهز للحمة. هلأ بجيب طنجرة على النار أو مقلاية، بنزل عليها شوي من الزيت، بسخن الزيت وبنزل عليها قطع اللحمة. هلأ هون بلش يتغير لون اللحمة، رح بلش قلبها. فينا نجيب لحمة بعظمة أو لحمة هيك لحمة بدون عظم حسب نحنا كيف منحب. هلأ هون قلبتهم على الجنبين. هلأ بضل قلب فيهم لحتى يروح منهم الدم وبعدين ياخدوا شوية لون
هاني تركتهم على نار عالية. هلا خلصنا خطوة تحمير اللحمة. هلا عندي هيدي الخطوة العروق يلي قمتهم من الورق الملفوف رح حطهم بأرض الطنجرة وصفت عليهم اللحمة يلي حمرتها. هلا رح نبلش بطريقة الحشوة. عندي 3 حبات من البصل رح أقطعهم، وعندي 4 روس من الثوم. هلا هون بعد تقطيع البصل لفرم صغيرة بمقلاية بزيد عليها معلقتين من زيت الزيتون وبتركهم لحتى يسخنوا شوي. بنزل عليهم البصل، بترك البصل لحتى يدبل. بقلبهم باستمرار. هلا عندي بلش يدبل البصل، رح نزل عليهم تقريبا 3 معالق من الثوم المهروس. هلا اكيد بدكم تسألوني ليه بحط فيها بصل. هلا انا بحط فيها البصل والثوم لانه بيعطوها نكهة كتير طيبة مميزة. هلا هون البصل والثوم صاروا عندي جاهزين، رح جهز الرز. هلا الرز عندي 2 كوب من الرز المصري. هيدا اول كوب وهيدا تاني كوب. رح نقيهم من اي شوائب فيهم واغسلهم. رح اغسلهم لعدة مرات لحتى يروح منهم النشا الابيض. هيدا النشا اللي بيطلع منهم رح ضلني اغسلهم لحتى يروح منهم النشا. هلا بعد ما غسلتهم كتير منيح صفيتهم من المي، رح اخدهم لفوق مقلاية البصل والثوم. هلا بدي اقلبهم مع بعض منيح لحتى يندمج البصل مع الرز. رح اتركهم على النار لمدة 2 دقيقتين لحتى ياخدوا نكهة الثوم والرز منيح مع التقليب المستمر لانه النار عندي كتير عالية. هلا صاروا عندي جاهزين، رح نزل عليهم البهارات. هلا عندي 7 بهارات، 3 معالق صغار من البهارات هي 7 بهارات. هلا انا عملت حساب كل كوباية رز حطيتلها معلقة ونص من ال7 بهارات، معلقة صغيرة. هلا رح اقلبهم مع بعض كتير منيح لحتى يندمج الرز مع البهار وياخدوا الطعم كلهم مع بعض. رح اتركهم على النار كمان 2 دقيقتين مع التحريك المستمر لحتى اخلطهم منيح وكرمال ما يتحرق الارض. وطفيت النار تحتهم. هلا هيك صاروا عندي جاهزين. هلا هون بعد ما حطيت البهار وقلبتهم مع بعض رح نزل عليهم معلقة صغيرة من الملح او على حسب الرغبة. برجع بقلبهم مع بعض شوي لحتى يندمج الملح مع الرز. والخطوة التالية هلا انه رح نزلهم بصحن غميق واتركهم لحتى يبردوا شوي. ورح اجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة واخلطها مع الرز وبنزل عليهم معلقة من زيت الزيتون. هلا هون بعد خلط اللحمة المفرومة مع الرز والبهارات منيح. وهلا عنا الخطوة الحاسمة، هي هلا بدي بلش بحشي ورق الملفوف. هلا هون عندي الورق الملفوف مقطع واللحمة جاهزة بقلب الطنجرة والحشوة جهزناها. راح نبلش باللف. هلا هون انا جهزت صحن مستطيل ناعم لحتى اقدر لف بقلبه او منلفهم على صينية. هلا بجيب ورقة الملفوف وبفردها على الصينية اللي بدي لف عليها وبحط بقلبها الحشوة. بنحط الحشوة على حسب الرغبة، فينا نزود وفينا ننقص إذا بدنا إياها ضخمة شوي أو بدنا إياها ضخمة، ومنلفها بإحكام لحتى ما تفتح معنا بالحشي، وبتنلف معنا بكل سهولة بهيدي الطريقة. وهيدي الملفوف الخشنة اللي بتكون مجعلكة بهيدا الشكل نكبس عليها شوية لحتى نقدر نلفها. كمان لفتها سهلة ما بتاخد وقت، يعني طريقة لف الملفوف كتير سهلة.
منا صعبة. هلا أنا بالنسبة لإلي بحسها أهون من الحشي ورق العنب وأسهل وأسرع. هلا هون خلصت لف الكمية كلها. هلا رح بلش نزلهم على صفتهم بقلب الطنجرة. اكيد بنصفتهم على حسب الرغبة، بندوكر مثل ما بدنا، بنعمل الديكور اللي بدنا اياه. هلا هون خلصت من اول صفة. رح نزل عليهم معلقتين من الثوم المهروس، هي المعلقة صغيرة، يعني بقدر نحط عليهم معلقة كبيرة او على حسب الرغبة قد ايه نحن بنحب نكهة الثوم. هلا رح صف الصفة الثانية والثالثة، وبنفس الطريقة رح احط عليها كل صفة رح انزل عليها توم. هلا لحتى خلصت الكمية كلها حطيت التوم. هلا اخر صفة توم رح نزل عليها اخر توم عندي اياهم. هلا صارت جاهزة لحتى عليها على النار. هلا بدي نزل عليها معلقة كبيرة من الملح، او الملح بيجي على حسب الرغبة، ورح نزل عليها لتر من الماء. انا حطيت عليها مي باردة، بنقدر نغلي المي وننزلها عليها. هلا ما حطيت لها مية مرقة لحمة لانه عندي اللحمة بارض الطنجرة رح تعطيها نكهة لما بتغلي. هلا ما حطيت كمان زيت لانه اللحمة شوي دسمة يلي حطيتها بالارض. هلا هون بدي اخدها على النار. بعد ما ضفت عليها لتر المي حطيت عليها صحن او اي شيء تقيل عليها كرمال ما يفرطوا عندي، يفتحوا عندي ورق الملفوف. هلا هي بلشت تغلي هون. هلا هون بعد ما غلت خففت النار تحتها وتركتها لمدة ساعة وربع على النار. استوت عندي بهيدا الشكل اللذيذ. راح نزل عليها الحامض، اذا حبيت عصير الحامض على حسب الرغبة، وحطيت عليها ورق النعنعة المجفف وطفيت تحتها. هلا لحتى اقدمها راح اقلبها على طبق عميق، اي طبق عميق عندي اياه، بقلب عليها الملفوف. بس للاسف راح عندي الفيديو انا عم بقلبها للملفوف وبقدمها. بنقدر نقدمها مع دبس الرمان والحامض. ما بخبركن عن نكهتها قديش كانت كتير طيبة ومميزة، ونكهة الثوم والبصل فيها بتعطيها نكهة كتير طيبة. بتمنى لكم الصحة والعافية من مطبخ فاطمة العالمي.